المنتخب الجزائري عنده مواجهة صعبة في مراكش أمام المنتخب النيجيري. المنتخب الجزائري في قمة منتظرة كبيرة أبو خليفة. مباراة للمتعة عبد الله، من أحسن المنتخبات سواء كان المنتخب الجزائري أو المنتخب النيجيري، مقدم مستويات جدا. شفنا الفوز الساحق الأخير بنتيجة كبيرة عبد الله. منتخب عنده لعيبة صغار ممتازين في أندية كبيرة. المنتخب النيجيري من أمتع المنتخبات في البطولة عبد الله، مقدم أحسن المستويات في البطولة. اتصور ان المنتخب الجزائري غادر بقياده رياض محرز اللي قاعد يقدم بطوله ممتازه عبد الله. شو سوى رياض محرز؟ والله يا عبد الله ما عمل حاجه. لا بالعكس عبد الله، متصدر الهدافين، متصدر صناع الاهداف عبد الله، وقاعد يقدم، قاعد يقود منتخبه الى المراحل هاي عبد الله. رياض محرز من افضل اللعيبه عبد الله اللي قاعد تقود منتخب الجزائر في السابق كابتن حتى الحين عبد الله. طيب. انت اليوم انت تتكلم عن اللعيبه من حيث شو؟ من حيث الاحصائيات عبد الله. نعم. اليوم هو عنده 3 أهداف. قول لي بولبينا، قول لي الاسماء لا 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 عبد الله، هذا من غير قائد. اليوم سالم يوهر لما جاءوا فتره نادي العين، منو كان قائدهم؟ يطلعون لان في عندهم قائد مميز عبد الله، يقدر هنا يطلع عشبيت، يطلع غريب، يطلع ما ادري، بس من غير القائد هذا عبد الله تشل هذا القائد مثل ما يكون ميسي كل فريق عبد الله بدون قائد. نعم. والله يا عبد الله ما تحصله. اليوم نحن قيمه القائد عبد الله لازم واحد يعترف فيها. اليوم عنده قائد كبير، هذه ميزه عبد الله ما تحصلها. محمد صلاح في مصر، رياض محرز في هذا اللعيبه، عشان يطلعون اللعيبه عبد الله تدريجيا لازم يكون عندهم قائد يقدر يعطيهم خبرته عبد الله انهم يوصلون. اليوم هذول اللعيبه الصغار لولا وجود القائد هاي عبد الله يمكن ما يتألقون. طيب او ما يطلعون بهالصوره هذه عبد الله. نعم. طيب ابو خليفه يشيد وايد في محرز، انا ما اشيد في محرز، انا محرز وبغداد ابو نجاح مستواها متراجع. لا خليك انا معاك ابو خليفه. محرز عبد الله انا معك. المنتخب الجزائري محرز قيمه فنيه كبيره محرز. لا والله عبد الله لعيب شوف لعيب على مستوى عالي جدا. ما حد يقدر يقول ان محرز ما عنده امكانيات. صحيح. عنده جدا امكانيات، وفعلا لاعب قائد. واليوم كل بطوله او كل مباراه يكسب خبرات، وحتى نعم. كل ما كبر ولاعب مؤثر، لاعب مؤثر له دور. نعم. كبير، واللي قدمه مع الاهلي السعودي لا سوى شغل. سوى شغل حتى في الدوري الانجليزي. ترى هو شو اقول لك، انا على مستوى عالي صراحه يعني. نعم. يعني انا اشوف انا حتى في المان سيتي ما تعوض محرز. لا صراحه ما تعوض. لا ابدا ما تعوض. يمكن بس ديكو مكانه اوكي، لكن طيب. كقيمه فنيه اللي نعم. مكان محرز لا ما تعوض. نعم. هذا امر. الامر الثاني صراحه مباراه بتكون جدا صعبه على منتخب الجزائر. هذه ممكن انا اقول لك الجزائر تتودع، مصر بتصعد بصعوبه جدا. مصر بصعوبه جدا، لان المنتخب ساحل العاج منتخب على مستوى عالي جدا، وقيمه فنيه، كره قدم. كلمنا على الجزائر محمد، قادر ولا مش قادر؟ الجزائر من الطياره واقفه كذلك ما تعرف والله. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. كذلك في قمه، هي طبعا المباراه الان مش في الرباط، الملعب في ملعب كذلك مراكش، ملعب كبير بين الجزائر وكذلك نيجيريا، في قمه منتظره. حتى نتمنى من الجمهور انه يكون هادئ شويه، يكون عنده يعني الروح الرياضيه في المدرجات، نترك الامور السلبيه في المباريات الماضيه، وحتى اللقطات اللي كانت تشوه سمعه كاس افريقيا، وحتى حركه بغداد ابو نجاح مع الجمهور، امور كثيره وسلبيات كثيره. لا والله هدي الوضع واترك. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، لان نتمنى ان شاء الله المنتخبات العربيه تروح بعيد في البطوله. ترى المراكش صعبين، المراكشيه صعبين، مش مثل الرباطيه. الرباطيه هادين، المراكشيه لا والله. انتبه، بولبينا لاعب المنتخب الجزائري، واحد من نجوم كذلك المنتخب الجزائري، مميز هذا اللاعب طبعا. عبد الله مميز، من افضل اللعيبه، قدم نفسه بشكل كبير بهالبطوله عبد الله، وقاعد مؤثر من كل النواحي عبد الله، ومجهود اتمنى له ان شاء الله التوفيق عبد الله في البطوله هاي. ايه نحن نتمنى ان شاء الله يروح فريق ثاني يحصل عبد الله. هاي البطوله كشافين كثير عبد الله موجودين. بولبينا لاعب كبير واضافه في المنتخب الجزائري. نتمنى ان شاء الله. يقول لك عرضوا عليه جنسيه ثانيه وكذا، لا كلام غير صحيح. هو مثل المنتخب الجزائري، كيف عرضوا عليه جنسيه ثانيه وثالثه؟ الحين هو في اي نادي معلش؟ هو في الدوري القطري الدحيل. لا هو كلام طبعا، في ناس تسوي الشو الاعلامي فقط، خاصه من الاعلام العالم الاخر فقط.
مدرب المنتخب الجزائري بيكتوفيتش واحد من افضل المدربين في البطوله. ابو احمد سبق ان درب لاتسيو، منتخب السويسري، احدث نقله مع المنتخب الجزائري الغالي سعره فيه والقيمه السوقيه، هو اغلى مدرب في افريقيا. عندك حريه الكلام الان. وبصماته واضحه ومميز على قراءته الفنيه، تبديلاته بالضبط. تمام. كلها اليوم عوامل تعزز قيمة هذا الرجل وقيادته لهذا المنتخب، ويعززوا له نوعية اللاعبين اللي موجودين عندنا في هذا المنتخب اليوم. منتخب اليوم الجزائر ولادة نجوم، عندها نجوم اليوم في منتشرين في مختلف أرجاء العالم. تمام. لكن يحتاجون كانوا قائد فني على اعلى مستوى، وهذا اليوم القائد موجود، مدرب كبير. طيب. نعم. ولكن انت اليوم ارجع واقول على اساس تمشي لازم تنور بصيرتك وعقلك وتجمع الناس على محبتك لاجل انك انت تذهب بعيد في اي حدث واي منافسه نعم. قادمه. المنتخب الجزائري يسير بالشكل صحيح، مدرب على اعلى مستوى، لاعبين اليوم ما شاء الله يمتازون. مقنع. نعم. مقنع المنتخب الجزائري لحد الان. نعم. ولا لسه؟ انا بالنسبه لي منتخب مقنع، والدليل اليوم مثل ما قلنا قبل شويه، هذه اليوم المرحله اللي وصلت هم الافضل على قاره. طيب. نعم. طبعا الان طائره الجزائر تقلع من الرباط متجهة إلى مراكش البهجة. من الرباط إلى مراكش يا المنتخب الجزائري الشقيق، تقلع الطائرة إلى مراكش البهجة، مراكش النقيل، في قمة كذلك منتظرة بين الجزائر وكذلك نيجيريا. منتخب النيجيري عنده مشكلة فنية داخل غرفة الملابس، نتكلم عنه إن شاء الله بعدين، مع خاصة موضوع أوسمن اللي أعتقد غادر البعثة النيجيري. نتكلم كابتن كرامي، طبعا شفنا حركة لاعب منتخب الجزائر عمورة مع المشجع الكونغولي اللي اعتقد خذ يعني ابعاد كبيرة في هذه اللقطة اللي بصراحة زعلتنا كمتابعين كمحايدين لهذه اللقطة اللي يمكن استهزأ فيها لهذا المشجع. تضامنا مع المشجع الكونغولي اللي كان ده ورفعة الايد دي هي احياء لذكرى رئيس الوزراء الكونغولي واول رئيس وزراء في الكونغو باتريس لومومبا. هذا المشجع ببساطه كده اسمه ميشيل كوكا. كل ماتش يجي كابتن عادل يرفع ايده ويعمل العلامه دي احتراما لهذا المناضل. يعني من ضمن خطاباته اللي كان واقف مع الجزائر في الثوره الجزائريه وبيطالب بنضالها، فيجي لاعب ما هوش عارف قيمه بلده وعارف قيمه الجزائر، ما يعرف التاريخ ويعرف اللي ده نضال. كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان بيفتح له الاذاعه لخطاباته، فكل الحاجات دي يجي لاعب يستهزئ بيها عشان ماتش كوره. طيب بس اراد ربنا اللي يعمل سبوت على القصه دي، وكمان يكرم من رئيس الاتحاد الافريقي. نعم. ويبقى تميمه هذه البطوله الجميله، وكأن ربنا برضو اراد للمغرب. شفت بكاء بعد المباراه؟ شفته وحاجه بحيي هنا عبد الله كمان رئيس الاتحاد الافريقي، وبحيي لاعب المغرب اللي نزل النهارده اشرف حكيمي نزل بوست بيسانده. ويعني هي دي الرياضه، هي الرياضه خلقت عشان ايه؟ عشان كده، عشان ودي افريقيا لازم نعتز بيها. نعم. فكل الاسف للاعب الجزائر. نعم. وكل الشكر حكيمي ورئيس الاتحاد الافريقي. أكيد. وكل الشكر لوكالات الانباء العالميه اللي هي بينت القصه دي لاجيال قادمه ممكن يراها. كابتن كرامي، الرياضه قيم، الرياضه رساله عظيمه. اليوم هنا مشكور على توضيحك المهم جدا، اللي صراحه انا على الصعيد الشخصي حط الفيديو عبد الله لو سمحت. اول مره استمع لهذه القصه. مثل هذه الاولاد الشباب اليوم لاعبين، اللاعب الجزائري هذا اعتقد انه درس عظيم له والله ولكافه الاجيال.
لا تستهزئون، لا تسخرون من اي انسان تشوفونه يعمل يقوم بموقف معين، من هذا يعمل الى رمز من رموز بلده اللي عانت. ورسالته عظيمه جدا. نعم. اليوم فيها تاريخ. اليوم انت فاز منتخب بلدك، نقول مبروك للجزائر. مبروك للجزائر. نعم. افسدت فرحه الفوز بهذه الطريقه، بهذا التصرف. طيب نعم، اللي انا متاكد وعلى يقين اللي هو ما يعرف انه هو ما عنده الثقافه. يمكن ما عنده ثقافه. الجهل. طيب كابتن عبد الله، او ما بالجهل عفوا، الثقافه مهمه جدا اليوم، وهنا الدور يكون على منا كابتن عبد الله، على الاعلام، على الاتحاد، على الجهات نعم. التعليميه هناك. ليه؟ لان اليوم هذه دول من ضمن دول افريقيا. هذا نصر مطرش مسج يقول باتريس لومبومبا موجود اسمه في احد شوارع الرباط. كل شوارع الدول الشمال افريقيا، كل شوارع دول شمال افريقيا ليه شارع باسمه. هذه معلومة جديدة والله. انا هنا حابب اشكر مين بقى عبد الله؟ اتفضل. الزميل المثقف الواعي محمد فارس، لان هو اللي كتب القصه دي وخلانا ننتبه وخلانا كلنا نتكلم، وكتب القصه دي بحذافيرها وربط اللي عملوا موقف اللاعب بالمخزي. نعم. فكل الشكر للزميل محمد فارس. وكمان عبد الله، التنويه اللي كل شارع باسم في الشمال الافريقي دي موجود حقيقه، موجود في ليبيا، موجود في الجزائر، موجود في الجزائر، موجود في المغرب، موجود في تونس. فكل الشكر للزميل طيب محمد فارس على ثقافته وربطه على طول وشرح للناس في كل حاجه في وسط. بصراحه انا بحييه جدا. نعم. انا عندي رساله اخويا. تفضل. رسالتي للجهات المسؤوله في الجزائر، الاتحاد الجزائري، الاتحاد الجزائري، الجهات المسؤوله في الجزائر، اعتذار رسمي يوجه الى الشعب الكونغولي. اعتذار رسمي؟ نعم، اعتذار. هذه اليوم هذا الرجل ضمن بعثه رسميه، هذا يمثل بلد، هذا ما يمثل نفسه. ده اقل ما يمثل. اليوم هذا ضمن بعثه رسميه. اليوم اي تصرف من اي فرد من اعضاء البعثه الرسميه، هذا مش تصرف جماهيري، تصرف فرد من الجمهور، لا، هذا لاعب ضمن منظومه فريق، ضمن بعثه رسميه تمثل بلد. اليوم خرج منه هذا التصرف، يتوجب واتمنى ان يكون هناك اليوم اعتذار وبيان رسمي، بيان شو المشكلة؟ يتضمن اعتذار للبلد. شو المشكلة؟ واعتذار اللاعب، واعتذار اللاعب كذلك. شو المشكلة؟ ما في مشكلة. الموضوع خد منحنى دولي اصلا. خذ منحنى اخر. مبروك للجزائر هالفوز، بالعكس مبروك للجزائر، مبروك للمنتخب الجزائري وكذلك الجمهور. ولكن لقطة عمورة افسدت هذه الفرحة. وكذلك بعض اللقطات اللي شفناها في المدرجات، بعض اللقطات لبعض المشجعين اللي تم يعني في حركة لا أخلاقية في الملعب الجميل، وكذلك من بعض اللاعبين سواء بنجاح أو اللاعبين الآخرين. يعني شفنا بعض الصور والفيديوهات. مبارك لكم هذا الفوز، ألف مبروك، وإن شاء الله تروحون بعيد المنتخب الجزائري. ولكن هذه اللقطات لا والله تعكر صفوة البطولة، تعكر صفوة الفوز مع المشجع اللي طبعا شفناه وخذ حيز كبير في السوشيال ميديا، وكذلك المشجع الجزائري في المدرجات اللي عمل طريقة مش حلوة بصراحة يذكرها على الهواء مباشرة، وبعض طبعا الفيديوهات لبعض اللاعبين اللي طلعوا برا النص. مباراة المنتخب الجزائري ضد الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر من بطولة أفريقيا في المغرب، الحاصل حاليا في المغرب، التي كانت قد بدأت في العام الماضي 2025 في آخر ديسمبر وتستمر إلى 18 من هذا الشهر. مباريات قوية جدا، وختام الدور 16 بمباريات اليوم مباراة الجزائر ضد الكونغو، والمباراة الأخرى التي تأتي بعدها مباراة بوركينا فاسو والساحل العاج. بوركينا فاسو التي كانت مع مجموعة الخضر وجاءت في المرتبة الثانية، ومجموعة الجزائر التي صعدت منها متصدرة. منتخب الجزائر أيضا مثل ما قلنا لكم سبق وتأهل في صدارة المجموعة ب9 نقاط، وسجل 7 أهداف، استقبل هدف وحيد في هذه النسخة. قدم أداء رائع جدا، 3 أفواز ورا بعض.
الشيء الغريب في البطولة أنه أول 4 مباريات أو أول 4 أيام من هذا الدور، كل مباراة كل مباراتين في نفس اليوم، الفريقين يتأهلين أو الفريقين يتأهلين يلتقيا في دور ربع النهائي، إلا اليوم ويوم أمس. يعني أمس سبق وتأهلت نيجيريا، بالإضافة أيضا إلى مصر. نيجيريا ستواجه منتخب الجزائر، وبوركينا فاسو أو الكوت ديفوار الفائز سيواجه منتخب مصر. وهذا الشيء الذي يجعل أنه بالنسبة للفرق التي تأهلت أمس، مصر ونيجيريا عندها يوم راحة إضافي بالنسبة أو أكثر من منتخب الذين سيلعبون اليوم. لكن اليوم أيضا يعني سبقوا لعبوا أيضا بهذا السيستم في دورات سابقة. والفريق الذي يريد الحصول على اللقب لازم يواجه جميع الظروف وجميع المؤشرات التي تأتي ضده. مباراة اليوم صعبة جدا للمنتخب الجزائري، نتمنى له الفوز ويكمل الصعود. منتخبين عربيين إلى الآن تأهلا، ومنتخبين أقصياء تأهلت مصر والمغرب، أقصيت تونس والسودان، الجزائر 5 منتخب. إن شاء الله تشرفنا وتطلع. والفائز من مباراة اليوم سوف يواجه منتخب نيجيريا، منتخب قوي جدا الذي سحق زيمبابوي زيمبابوي أمس برباعية، يعني فوز سهل جدا، استطاعوا الفوز. بعد ذلك المباريات يمكن نشهد يعني مفاجآت. إلى الآن يعني لم نرى أي مفاجأة. كل الفرق التي صعدت للدور القادم قوية، وكل التوفيق منتخب الجزائر.